ما كانوش يتصوروا العلمانيين انه النهضه باش تاخذ السلطه. صحيح. ظل الباجي يؤكد سنه كامله ان الاسلاميين لن في اقصى الحالات ما يوصلوش 20%. 20% هذا ما قابل للسيطره عليهم، اما تجيبهم تعطيهم وزاره ولا اثنين هامشيه، والا بعدهم وتعمل حكومه من غيرهم. اما المفاجاه الكبيره كانت في النهضه رغم القانون الانتخابي الجائر اللي عملوه، ورغم ذلك فحصلت النهضه على هالقيمه اللي ما عادش ممكن اقصاها، بل هي اصبحت تتحكم في تدير العمليه. هذه ما كانش منتظرا من احد، لا في الغرب ولا في الشرق ولا في العلمانيين، ان النهضه تاخذ الحكم. والنهضه خرجت من تحت الردم في سنه واحده، لم يمت روحها. وكما قلت ريحه الدين الشعب يريد هذا الدين. الآن الفئات العلمانية في البلاد هذه صحيح اللي هي ما اخذتش أغلبية، ولكن شوفوا الإعلام بيد من الآن؟ يدهم. الإعلام بيدهم، والاقتصاد بيدهم، والإدارة التونسية نحن موجودين فوق، لكن الإدارة ما زالت حتى الآن بداية من العمد. وتشوف الآن التجمع راجع، التجمع راجع، وبيدهم الإعلام. الجيش مش مضمون، الجيش مش مضمون، والشرطة مش مضمونة بالضرورة. هو اللي عملوا هذوما البوليسية اللي عملوا أذن لهم علي العريض بهذا؟ لا، ما زالوا موجودين في السلسلة، كل ما زالت بيديهم. كل إخواننا لو ضاع ما يغركمش العدد، كونكم خرجتوا بلد و2000 و10,000 و20,000 ما يغركمش العدد. أركان الدولة، مفاصل الدولة ما زالت بيدهم. صحيح. الدواليب كلها ما زالت بيدهم. خذوا وقتكم حتى لين تغيروا. الآن مش عندنا جامعة، الآن عندنا وزارة شؤون الدينية. والآن مش عندنا دكان، عندنا الدولة أعطانا رب السوق، ولكنكم قوم تستعجلون. الآن أنا نقول للشباب السلفي، أنتم البارح وكنا جميعا الطاحونة تدور علينا. لا المساجد بيدينا درس ومتى شئتم. الآن من أراد منكم يعمل تلفزة يعمل تلفزة، واللي يعمل إذاعة يعمل إذاعة، واللي يحب يعمل مدرسة، واللي يحب يعمل جامعة، وتحبوا تعملوا مخيمات، وتحبوا تستدعوا الدعاة من كل مكان، وتعملوا مشاريع. لماذا أنتم مستعجلون؟ ليش ما تاخذوش وقتكم حتى تهضموا الأشياء اللي تحققت لكم هذه؟ هل تظنون بأنه ما تحقق لكم غير قابل للتراجع فيه؟ هكذا كنا نظن نحن في الجزائر 91 وقت اللي كنا في الجزائر وظهورنا سخونة بالجزائر، كنا نظن بأن الجزائر أقلعت ووصلت إلى نقطة لا عودة، وتبين أن ذلك كان تقديرا خاطئا، وعدنا إلى الوراء، وأصبحت المساجد تحت سيطرة العلمانيين من جديد، والإسلاميون مطاردين. ألا يمكن أن يحصل في بلادنا هذا؟ هم انتخبوا ب80% وتم التراجع عن ذلك. معنى النخبة العلمانية في بلادنا أقوى منها في الجزائر، والإسلام الجزائري أقوى من الإسلام التونسي، ومع ذلك تم التراجع. العاقل هو إذا حصل على كسب يأمنه، يحطه في الجيب، يحطه في الخزان، يسكر عليه رأس المال، حتى بعد باش يزيد القدام يطمئن إلى أنه الشيء هذاك اللي كسبه أصبح مضمون. نحن كسبنا يا أخواننا في سنة واحدة شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم ما هوش مكسب نهائي، مش ثابت. شوفوا المؤامرات اللي قاعدة حولنا الآن، وكلهم قاعدين يتجمعوا، تجمع بعد تجمع، كلهم قاعدين يتجمعوا ضد شكون؟ ضد الإسلام؟ ضد الإسلام، ضدنا. فنحن عوض أن نقول أن نطمن الناس، نعطي خطاب تطمين، ما نخوفش الناس، ونقولوا هالكسب اللي حصلنا عليه نأمنوه
ونعظموه، معناها نزيد عليه. كم عندنا من جمعيات، المفروض نملوا البلاد بالجمعيات وننشئ المدارس في كل مكان. ولكن الناس ما زال جاهله بالاسلام. في ان واحد نحن انتقلنا من تحت الارض الى الحكم. اولادنا اللي يحكموا ما زالوا ما عرفوش الحكم، ما زالوا ما تعرفوش على كراسي على محيطهم. الوزارات اللي موجودين فيها هو وزير الفوق، لكن اللي تحته الكل ملغم، كل يحفظ. كم يحتاج الوقت هو باش يتعلم الساعة باش يحكم وباش يأمن محيطه، باش يولي محيط يخدم معاه مش يتآمر عليه. ما زلناش اخواننا نتبع حماس الشباب. حماس الشباب جيد، ولكن ينبغي ان يحكم بلجام العقول. نحن بالمجد الان، هل هناك مصلحة حقيقية للإسلام في أن نضيف إلى نص الشريعة، النص الدستوري الموجود، نضيف إليه التنصيص على الشريعة؟ هل هناك مصلحة لنأخذ هذه المعركة؟ الآن نحن نقول الشعب التونسي ظاهرا، والسياسة تحكم على الظاهر، سلم بالإسلام دينا للدولة. موضوع الشريعة ثم قسم من التوانسة، النخبة التونسية اللي كنا بيد هذه مفاصل القوة خايفة من الشريعة. نحن عندنا فرق ما بين الشريعة والإسلام ولا ما عندناش فرق؟ نحن ونسبة مسمى آخر، لأن الشريعة بمعناها الحقيقي، الشريعة بمعناها الحقيقي عقيدة وشعائر وشرائع، ما يجي بالمعنى وحتى إخواننا اللي متحمسين لإضافة نص الشريعة نقول لهم يا إخواننا تحبوا تطبقوا الحدود؟ يقولوا لا نعني بهذا، ما زال. طيب ماذا تريدون؟ يحب النص. يحب النص ليش؟ يقول لأن النص باش يقيد السلطة. النص السابق ما قيدش السلطة، ولا تقولوا ما قيدهاش. هذا كله نظرة سطحية، نظرة ظاهرية، ما فيش عمق، ما فيش عمق. واحد متمسك بالنص، نص الشريعة، هذا الإسلامي الظاهري، والعلماني الظاهري كيف متمسك أنه هذا خايف من قابل الإسلام ورفض الشريعة. هذا مثل ما فعل سيدنا عمر لأنصار لبني تغلب، قالوا لا ندفع الزكاة، لا ندفع الجزية، لأن فيها حق من شأنهم. قال ماذا تريد؟ قال ندفع الزكاة. فضحك سيدنا عمر، قال ما هم تدفعوا. لأنه قبل المسمى ورفض الاسم. فالعلمانيون رفضوا، قبلوا الإسلام وما قبلوش، ما يقبلون الإسلام برك، لأن ربي قال إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. والحرص هذا على أنه يا أخي النص هذا لم يقيد سلوك الدولة في السابق، هذا نظر شكلي. لأن متى النصوص قيدت الدول؟ النص الرجال هم الذين يحركونه ويمشون به.